السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى ان شاء الله هعمل معاكم البطاطا بطريقة سهلة جدا وبسيطة على البوتاجاز وبدون فرن، وهتطلع ان شاء الله يعني قريبة قوي من بتاعة العربيات. طبعا هي مش هتطلع زيها بالظبط طبعا عشان يبقى فيه مصداقية. بس يعني هنحاول ان احنا نجيبها يعني قريبة للبطاطا بتاعة العربيات اللي بتتباع في الشارع. طبعا ربنا سبحان الله، يعني اي واحد كده بيسعى الاكل عيشه، وربنا بيحلي حاجته. فاحنا مهما نعمل الحاجة استحالة هتطلع زي اللي بتتجاب من بره، لان ربنا طبعا بيحلي لكل واحد الرزق بتاعه. بس يعني على قد ما بنقدر بنحاول ان احنا نقرب يعني الطرق من بعضها يعني. فانا هنا هعملها معاكم بطريقة سهلة جدا وبسيطة على البوتاجاز وبدون فرن، وهتدينا نتيجة قريبة من البطاطا بتاعة العربيات. طبعا زي ما انتوا شفتوا انا هنا وريتكم البطاطا انا غسلاها كويس جدا ومنضفاها. هنا بقى هجيب حوالي معلقه كبيره من السكر، معلقه صغيره من القرفه، واتنين باكت فانيليا. طبعا القرفه والفانيليا اختياري، لو انت مش حابه تحطيهم براحتك خالص. بس احب اقولك هتديكي نكهه حلوه قوي 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 بجد يعني، وبتدي طعم جميل جدا للبطاطا بصراحه يعني. هنا بقى طبعا هجيب صينية، او عايزة تعمليها في حلة براحتك، بس انا فضلت الصينية علشان هتبقى واسعة. فهتساعد يعني في التسوية اكتر يعني وكده. هبدأ بقى طبعا ان انا احط البطاطا. طبعا لما باجي ارص البطاطا في الصينية يفضل يعني ان انا بحط الكبيرة من تحت والرفيعة على الوش، لان الكبيرة دي بتاخد طبعا سوا اكتر يعني. طبعا الصينية اللي انا هعمل فيها دي ليها غطا. لو انت ما عندكيش صينية بغطا اعمليها في حلة افضل، لان احنا عايزين تكون مكتومة بالبخار، او اعمليها بقى بورق فويل قفليها يعني وكده. هنا بقى طبعا هرش السكر على القرفة على الفانيليا اللي احنا عملناهم. هرشها بقى اوزعها كده في كل الاتجاهات. وبعد كده هجيب حوالي نص كوباية من المية او كوباية الا ربع على حسب، وهحطها. طبعا انا هنا حطيت نص في الاول، بس هاجي في النص كده وهي بتستوي هحتاج لحبة مية كمان عشان طبعا ما تتحرقش. فيعني ده مش كم المية اللي انا حطيته كله، انا حطيت في نص التسوية. هبدأ بقى طبعا ان انا اكتم عليها الغطا كويس، وهرجع وهقولك تاني لو ما عندكيش غطا قفليها بورق فويل، او اعمليها في حلة. هنا بقى بصوا سبتها بقى على النار، يعني خدت بتاع حوالي ساعة الا ربع كده على نار هادية. هنا بقى بصوا بدأت خلاص انها تدخل في السوا. هسيبها طبعا انها تستوي تاني وتتشرب كل كمية المية اللي موجودة فيها. ومش بس كده، كمان السكر كمان عايزاه يبدأ ان هو يكرمل، علشان يديني بقى اللون اللي انا اللي انا عايزاه بقى في الاخر، اللي هو اللون العسلي ده، او الصوص العسلي اللي احنا بنحطه على البطاطا في الاخر. طبعا يعني دي ميكس كده بين المسلوقة وبين المشوية يعني، بس دي بقى طريقة مشوية بسيطة كده على البوتاجاز. بصوا بقى البطاطا اللي هي كانت في القعر، بصوا طالعة ما شاء الله عليها، يعني صوص كده من العسل. السكر مع القرفة اداها اكنك بالظبط حاطة عليها عسل اسود يعني وكده. طبعا هبدأ بقى ان انا اوزع يعني البطاطا في العسل اللي موجود وهنرصها. بصوا بقى بصراحة شكلها جميل جدا، وعايزة اقول لكم طعمها حلو قوي. يعني دي اساسا ما باتتش اصلا، يعني ما شاء الله خلصت كلها في نفس اليوم. كمان بصوا بقى هنا يعني اختبرت واحدة معاكم مستوية ما شاء الله، ومن غير فرن ومن غير كيس حراري. ويعني لو عجبتكم بجد اتمنى ان انتوا تجربوها، ويعني ان شاء الله كده يا رب تعجبكم كده بإذن الله. واتمنى الفيديو لو عجبكم اتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.